بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الكرام، فيديو جديد ان شاء الله غادي نقدم لكم فيه الكريب. كيجي سريع التحضير وكيجي لذيذ، يعني بالعطريه او ببهارات خاصه بالشاورما، موجوده في كل منزل. تبعوا معي ان شاء الله الفيديو تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. هنا عندي ربعة او تقريبا 300 غرام ديال لاداند. يمكن لكم تستعملوا الصدر ديال الدجاج بعد ما غسلته مزيان ونقيته. كنقطعوه شرائح طوال. بالنسبه للغسيل ديال الدجاج او لاداند راه معروف، كتغسل بالحامض والملحه. صافي من بعد ما غسلته تسقطر مزيان وقطعته على هذا الشكل بشرائح. صافي هنا غادي نعمل تشرميله. عملت 2 ملاعق كبار ديال دانون طبيعي بدون السكر، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، كمون، الابزار، شويه ديال القرفه، وشويه ديال او معلقه ديال قزبر مطحون. وهنا درت 2 ضروسه ديال الثومه، يمكن لكم تكتفوا غير بواحد، وشويه ديال القرنفل. هذا هو السر ديال هذا النوع ديال العطريه. وهنا درت شويه ديال الزعتر مطحون، يمكن لكم ديروا الزعتر عادي بالاوراق ديالو. وعصرت واحد 2 معلقات كبار ديال الحامض، وطبعا الملحه منساوهاش. كنخلطوا العناصر مزيان باش هاد اللحم اللي عندنا او لاداند او الديك الرومي يشرب التشرميله مزيان. كنحتفظوا به واحد ساعتين او نهار كامل او ليله كامله. قد ما كيكون كيشرب التشرميله قد ما كيجي لذيذ. انا عملت 2 كيسان ديال الماء و2 كيسان ديال الحليب. نعمل الكريب ديالي هنايا درت بيضه وشويه ديال الملحه، واحد 2 معلقات ديال زيت المائده، ورشه ديال الابزار، والثومه غبره. الا ما عندكمش ثومه غبره يعني ما ديروش الاخرى، يعني من الاحسن هذه كتجي فيه زوينه. ما عندكمش تكتفوا غير بالمقادير الاخرين. هنا زدت واحد 2 معلقات كبار ديال الربيع. كنخلط العناصر. الربيع اللي هو المعدنوس كنخلط مزيان. صافي هنا خديت الميزان، عبرت فيه الدقيق، لانه هنا كندير كاس العنبه اللي فيها تقريبا 300 غرام ديال الدقيق. هاد العبار ديال 2 كيسان ديال الماء و2 كيسان ديال الحليب كندير معاهم 100 غرام، اللي هي كل كاس كياخد 100 غرام، اللي هي 3 الكؤوس ديال الدقيق. اللي ما عندهاش الميزان تكتفي فقط بكاس العنبه، راه نفس العبار تقريبا. صافي كنخوي الدقيق ديالي على الخليط، كنحرك مزيان. بالنسبه للربيع يمكن لكم تضيفوه في الاخير بعد ما غادي تطحنوا الدقيق مزيان باش ما يتكونوش فيه الحبيبات. يمكن لكم تضيفوا القزبر او عفوا المعدنوس اللي ضفت انا هنا نسيت درته في الاول، طحنته مع الدقيق. من الاحسن تخليوه حتى الاخير. صافي كتخلطوا مزيان الدقيق باش ما يتكونش دوك الحبيبات. كنغطيو عليه جانبا باش يرتاح على مقله مهيله. درت على نار مهيله، درت زيت زيت الزيتون درت فيها ديك اللحم اللي عندنا او اللادند اللي عندي. صافي كنحرك العناصر مزيان حتى كتشرم ليا هاد الحشوه. ما نخليوش فيها الماء نهائيا، خصها تشرب مزيان داك الماء اللي كتطلقهم ما يكونش فيها. على نار مهيله فيها طبعا. صافي هنا من بعد ما طابت لي الحشوه خديتها جانبا تبرد. هزيت واحد العلبه ديال
دانون طبيعي بدون السكر، درت معاه كورنيشو محكوكة او الخيار مرقد باش نعملوه مع الحشوة ان شاء الله. هنا على مقلة فوق نار هادئة بديت كنطيب الكريب ديالي، كنحرك وكنخوي شويه وكنبقاو ندورو المقله بهذه الطريقه حتى كتعطينا شكل دائري وما يكونش غليظ. من الاحسن والاهم انه الورقه ديال الكريب تكون رقيقه باش تحكموا فيها كتجي زوينه. غادي نصوبوا فيها سندويش ان شاء الله. هنا من بعد ما طابت ليا في الجهه الاولى غادي ندورها معكم في الجهه الثانيه. هي من الاحسن تجي لكم على هذه الطريقه، تجي رقيقه شي شويه احسن. صافي هنا من بعد ما طيبت جميع الكريب اللي عندي خديت الحشوه اللي عندي لاتند بعد ما بارد وعندي غير مطيشه والبصله. هنا كندهن بداك الدانون والكورنيشو او الياغورت الطبيعي، كندير معاه شويه ديال لادند وشويه ديال مطيشه او الطماطم والبصله. يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الحشوه كتشهيوها وكتعجبكم او المتوفره عندكم. صافي كنديروا معاهم شويه ديال الجوب المحكوك او اي نوع ديال الجوب المتوفر. صافي كنعملوها على هذه الطريقه، كنطويو عليها وكنديروها على مقله على نار، كنديروا معاهم شويه ديال الزبده. يمكن لكم تضيفوا غير الزيت، كل واحد داكشي اللي كيعجبو. انا هنا كتعجبني الزبده كتعطيه بنه اكثر. صافي كنقلبهم من الجهه الاخرى حتى كياخذوا تقريبا 4 دقائق الجهه. من الاحسن يعني شويه عليهم في الطياب باش يعني يجيو شويه مقرمشين او يعني توصلوهم شويه يوصلوهم طياب. صافي ها هو كيجي رائع لذيذ لذيذ لذيذ. ما نعاودش لكم، نتمنى ان شاء الله تجربوه بهاد العطريه بالنسبه للناس العشاق اللي كتعجبهم يعني العطريه بزاف مخلطه بحال ديال الهنود وداكشي. المهم هذه ديال خاصه بالشاورما كتجي بنينه بزاف. خواتاتي شجعوني باللايكات ديالكم، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.